في يونيو 1978 كانت بوينس آيرس بتتزين زي العروسة، شوارعها اتغطت بالبالونات والأعلام الزرقاء والبيضاء. الملايين من الأرجنتينيين كانوا بيصرخوا ويغنوا وبيحضنوا بعض في الشوارع، وقلوبهم كانت طايرة من الفرحة، وده لأن منتخبهم للمرة الأولى في التاريخ بيرفع كأس العالم. بس على بعد كذا كيلو متر من الملعب كانت في أماكن تانية كانت عبارة عن أوض زي السراديب تحت الأرض بالظبط. الناس فيها بتسمع أصوات الجماهير بتهتف، بتسمع الفرحة دي وهم مكبلين بالسلاسل، موجوعين وخايفين، مش عارفين هيخرجوا للنور ولا لا. ده مش خيال، ده حصل فعلا. والكلام ده كله كان حصل في مدرسة الميكانيكية البحرية واللي اختصارها ESMA. المكان ده كان لتعذيب المعارضين السياسيين تحت حكم العسكر في الأرجنتين، وكان على بعد دقايق بس من الملعب اللي اتلعب عليه المونديال. السجناء كانوا بيشوفوا أحيانا ضوء الملعب من بعيد وبيسمعوا الأغاني والاحتفالات، وده كان جزء من التعذيب النفسي. فمونديال 1978 ما كانش بطولة كرة قدم، ده كان أكبر عملية غسيل سياسية في تاريخ الرياضة. فقبل ما نحكي التفاصيل ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وأتمنى إن احنا نوصل ل 10,000 سبسكرايبر قبل نهاية كأس العالم. في البداية خلينا نتكلم شوية سياسة قبل ما نروح للمونديال. الجنرال خورخي رافائيل فيديلا وصل للسلطة في مارس 1976 بانقلاب عسكري، والأرجنتين دخلت في حقبة من أكتر الحقب الدموية في تاريخها. الحكومة العسكرية أعلنت حرب اسمها حرب القذارة، وده كان الاسم الرسمي اللي هم اثبتوه بنفسهم. والمقصود بالقذارة هنا كان اي حد معارض سياسي ليهم، طلاب جامعيين، نقابيين، صحفيين، اساتذه، محامين، حتى لو ناس ملهاش علاقه بالسياسه بتتاخد لان ليها جارها او قريبها كان مشتبه فيه. في خلال سنوات قليله اختفى ما بين 10,000 ل 30,000 شخص، اتاخدوا من بيوتهم وسط الليل، من الشغل، من الشارع، وما رجعوش واختفوا اختفاء قسري. فيديلا كان عارف كويس ان صورته في الخارج بشعه، والتقارير الحقوقيه الدوليه كانت بتتكلم عن التعذيب والاختطاف. الضغط كان بيزيد وكان محتاج لحاجه تشيل النظر عنه، محتاج لحاجه تقول للعالم ان الارجنتين كويسه والارجنتين قويه وان الارجنتين مستقره. وكانت الارجنتين بالصدفه هي مستضيفه كاس العالم 1978. فيديلا والعسكر قرروا ان المونديال ده هو فرصتهم الذهبيه، فصرفوا عليه مئات الملايين من الدولارات في وقت كانت فيه البلد بتتخنق اقتصاديا. بنوا ملاعب وطوروا فنادق ونظفوا الشوارع وعملوا اكتر من كده بكتير. فطوروا خطة متكاملة عشان يحولوا الكورة لسلاح سياسي، علشان يبدأ المونديال ب 16 فريق شاركوا فيه، وانقسموا في الدور الاول لاربع مجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق. اول 2 من كل مجموعة بيعدوا للدور الثاني. فالمجموعة الاولى ضمت الارجنتين وايطاليا وفرنسا والمجر. الارجنتين وايطاليا عدوا للدور الثاني، وايطاليا تصدرت المجموعة بعد ما كسبت الارجنتين 1-0 بهدف روبرتو بتيجا، وده خلى الارجنتين تتنقل من بوينس ايرس وتلعب في ملعب روساريو. والمجموعه الثانيه فيها المانيا الغربيه كانت حامله اللقب، وبولندا وتونس والمكسيك. بولندا تصدرت المجموعه واقصت الالمان بعد ما تعادلوا معاهم بدون اهداف، وكسبوا تونس والمكسيك. تونس ساعتها عملت تاريخ وكسبت المكسيك 3-1، وكانت اول فريق افريقي يكسب في كاس العالم. وعندك المجموعه الثالثه واللي ضمت البرازيل والنمسا واسبانيا والسويد. المفاجأة الكبرى ان النمسا تصدرت المجموعة قدام البرازيل، والجدير بالذكر ان البرازيل تعادلت مع السويد 1-1 في مباراة مثيرة للجدل، لان الحكم الويلزي كلايف توماس اطلق صافرة النهاية اثناء لعب ضربة ركنية للبرازيل، وقبل ما يسجل زيكو هدف براسه في الشباك، وبكده هدف الفوز ده اتلغى واطلق العنان لاحتجاجات واسعة. وندخل على المجموعة الرابعة واللي فيها هولندا والبيرو واسكتلندا وايران. البيرو تصدرت المجموعة وهولندا جت في المركز الثاني، واسكتلندا خرجت بسبب فارق الاهداف. اللاعب تيوفيلو كوبيلاس كان نجم منتخب البيرو ونجم المجموعة دي لأنه سجل هاتريك ضد إيران وهدفين ضد اسكتلندا. وفي الدور الثاني ال8 فرق اللي صعدوا اتقسموا المجموعتين. المجموعة الأولى كانت أوروبية وكان فيها هولندا وألمانيا الغربية وإيطاليا والنمسا، وهولندا تصدرت المجموعة ساعتها وعدت للنهائي. والمجموعة الثانية كان فيها الأرجنتين والبرازيل والبيرو وبولندا. وهنا بقى
كان محل الإشكالية التاريخية الكبيرة اللي كتير من الناس مش عارفينه. إن مونديال 1978 اتصمم بشكل غريب جدا. النظام كان بيخلي الأرجنتين تعرف نتائج المنافسين قبل ما تلعب، وده لأن الفيفا خلت مباريات آخر جولة في المجموعة تتلعب بشكل متعاقب مش في نفس الوقت، بحجة إن الجمهور الأرجنتيني اللي مش لاقي تذاكر ممكن يقعد في البيت ويشوف التلفزيون بدل ما يروح الملعب التاني. فقبل آخر جولة في المجموعة التانية البرازيل كانت متصدرة ب5 نقط وبفارق 5 أهداف عن الأرجنتين، والأرجنتين كانت بعدها في المركز الثاني ب3 نقط وبفارق هدفين. وعشان الأرجنتين تعدي البرازيل كانت محتاجة تكسب مباراتها الأخيرة قدام البيرو ب4 أهداف فرق على الأقل، وده لأن البرازيل كانت كسبت بولندا 3-1 قبليها. فالأرجنتين كانت عارفة هي عايزة ايه بالظبط من ماتش بيرو. بس خليني اقول لك ان قبل مباراة الأرجنتين وبيرو بدقايق فيديلا دخل غرفة تغيير ملابس البيرو بصحبة وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسينجر، وقرأ رسالة من رئيس بيرو فرانسيسكو موراليس بيرموديس بتتكلم عن أهمية الروابط بين الشعبين. كتير من المحليين اعتبروا ان الرسالة دي كانت تهديد ضمنيا، وفعلا المباراة اتلعبت وبيرو كانت من غير أنياب. وعايز اقول لك ان بيرو اصلا في الفترة دي كان فريق قوي جدا وكان عنده جيل ذهبي قادر يكسب منتخبات الكبيرة، لكنهم نزلوا الماتش ده ولعبوا أسوأ أداء في تاريخهم، وساعتها فوتوا الماتش والنتيجة إن الأرجنتين كسبت 6-0. وبعد المونديال ب10 أيام بس الحكومة الأرجنتينية أصدرت مرسوما بيمنح البيرو قرضا غير قابل للسداد. عدد من اللاعبين البيرويين زي خوان كارلوس أوبليتاس وخوسيه فلاسكيز وجيرمان ليجوا واللي كانوا أعمدة رئيسية في الجيل الذهبي للبيرو أقروا علنا إن الحكومة الأرجنتينية عرضت عليهم رشاوي. في المقابل المحقق القضائي نوبرتو قاد تحقيق رسمي في القضية دي لسنوات، لكن لحد النهاردة مفيش دليل قاطع إن اللي حصل في الماتش ده كان مترتب. بس التحقيقات اللي جت بعدين كشفت معلومات مرعبة، ادعاءات بأن الأرجنتين بعتت شحنة من القمح الأرجنتيني للبيرو، وإن قرضا ماليا بأرقام ضخمة أطلق للحكومة البيروية. كمان كان في ادعاءات بأن فيديلا اتكلم شخصيا مع مسؤولين بيرويين ومع بعض اللاعبين البيرويين، وبعد سنين طويلة بدأوا يتكلموا بعيون فيها حسرة عن حاجات حصلت وإنهم خشوا الملعب ساعتها ولعبوا المباراة دي من غير روح. عايز أقول لك إن حارس مرمى البيرو ساعتها كان من أصل أرجنتيني، بس ده لوحده مش دليل إن اتفق مع فيديلا إنه يفوت الماتش. بس مع بقية اللاعبين الصورة بدأت تترسم بشكل مزعج، فالسؤال فضل مفتوح وهو ايه احتمالية ان فريق البيرو يتهزم 6-0. عايز اقول لك ان الفرق الاجنبية اللي جت لكاس العالم 1978 حست بحاجة غريبة من اول يوم وصلت فيه، لان المطار كان مليان جنود مسلحين والاتوبيسات اللي بتنقلهم من الفندق للملعب كانت بتيجي متأخرة بشكل غير منتظم وغير منطقي. في بعض الاوقات الفرق كانت بتستنى الاتوبيس ساعة كاملة قبل المباراة تحت الشمس او البرد، فالاجهاد الجسدي والنفسي للاعبين كان واضح لاي متفرج. ده غير ان كان في تقارير بتقول ان كان في ضوضاء مزعجه بالليل قرب فنادق الفرق الزائره، وده كله كان جزء من استراتيجيه نفسيه ممنهجه. المنتخب الهولندي تحديدا اللي وصل للنهائي كان الاكثر توثيقا لشكواه. اللاعبين الهولنديين كتبوا بعدين عن احساسهم الغريب في البلد، الجو كان تقيل بالنسبه لهم، فكانت البطوله وقتها مش مجرد منافسه رياضيه. بس قبل ما نروح لمباراه النهائي خليني احكي لك ايه اللي كان بيحصل بره الملعب. في نفس الوقت اللي كان العالم بيشوف فيه الأرجنتين محتفلة كانت في مجموعة صغيرة من الأمهات بيعملوا حاجة ما كانش حد متوقعها، والأمهات دي طلع عليهم اسم أمهات الميدان. ودول كانوا من أول سنة 1977 بيتجمعوا كل أسبوع في ميدان مايو في بوينس آيرس قدام قصر الرئاسة. كل واحدة منهم كانت فاقدة لابنها أو بنتها، فكانوا بيلبسوا شال أبيض ويمشوا في صمت حاملين صور أبنائهم المختفيين. العسكر طبعا كانوا خايفين منهم، بعضهم اعتقل وبعضهم اتقتل. بس في اوقات المونديال حصلت حاجه غريبه، الصحفيين الاجانب اللي وصلوا لتغطيه المونديال شافوا الامهات دول، بدل ما يبقوا مخفيين زي ما كانت الحكومه عايزه، الامهات استغلوا وجود الصحافه الدوليه بشكل ذكي جدا، واقتربوا من المصورين ومن المراسلين ورفعوا صور ابنائهم وحكوا قصصهم قدام كل الكاميرات. فالامهات دول استخدموا الكوره كتروس لايصال حقيقه الجريمه للعالم. بعض التقارير الاجنبيه اللي اتكتبت في المونديال كانت عن الكوره
وعن الاختفاءات في نفس الوقت، وده أزعج النظام جدا ساعتها. بس ما كانوش يقدروا يوقفوا الصحافة الدولية وكأس العالم بيتلعب في نفس الوقت. وكان من أكتر الشهادات اللي صعب تسمعها شهادات الناجين من مراكز الاحتجاز دي. بعد سنين خرجت ناجية اسمها مارتا روزنبرغ وقالت إنها كانت محتجزة في مركز اعتقال في بوينس آيرس أيام المونديال، وقالت إنها وزملائها كانوا بيسمعوا أصوات الجماهير من بعيد، فلما الأرجنتين كانت بتسجل هدف كانوا بيسمعوا صوت هتاف الجماهير، وده كان نوع من أنواع التعذيب الغريب، إن العالم بيحتفل وأنت محبوس ومحدش بيعرف إنك موجود أصلا. شاهد تاني قال إن الحراس أحيانا كانوا بيسمعوا الراديو بصوت عالي أثناء المباريات، وإن المعتقلين كانوا بيسمعوا المباراة مع المعلقين، وكان في نوع من السخرية إن الأرجنتين بتفوز والعالم بيفرح وهم بيتعذبوا. في 25 يونيو 1978 الأرجنتين لعبت ضد هولندا في النهائي. الجماهير الأرجنتينية كانت في حالة هستيرية جماعية. فيديلا وكبار قيادات العسكر كانوا جالسين في الصف الأول، وكان قاعد معاهم وقتها رئيس الفيفا جواو هافلينج، واللي كان مستريح تماما لوجوده في الأرجنتين، وما كانش فيه أي سؤال عن حقوق الإنسان ولا أي حاجة. المنظمة الرياضية الدولية الأكبر في العالم اختارت إنها تغمض عينيها. المباراة نفسها كانت متوترة. هولندا لعبت كورة مميزة وتعادلت بعد ما الأرجنتين اتقدمت، وفي الوقت الإضافي الأرجنتين سجلت هدفين وفازت باللقب الأول في تاريخها. هداف البطولة ساعتها كان ماريو كيمبس ب6 أهداف، وهو كمان خد جايزة أفضل لاعب. وبتتويج الأرجنتين نجح فيديلا إنه يخلي منتخب بلاده تاخد كاس العالم. وفي لحظة رفع الكاس دي فيديلا مد ايده ومسك الكاس في صورة بقت من اكتر الصور تعبيرا عن ما سماه المؤرخين لاحقا بالرياضة كديكور للطغيان. اللي محدش كان عارفه وقتها او كان بيتجاهلوه ان في نفس اللحظة كانت مراكز الاحتجاز شغالة والاختفاءات كانت مستمرة، والحرب على الشعب الارجنتيني موقفتش يوم واحد طول فترة المونديال. والمؤرخين اتفقوا على حاجة مهمة، ان مونديال 1978 طول عمر الدكتاتورية. الانتصار احدث حالة نشوة وطنية جماعية. الشعب الارجنتيني اللي كان جزء كبير منه خايف وبطل يتكلم في السياسة فجأة لقى نفسه في حالة فرحة ووحدة وطنية. الشعور ده حتى ولو كان مصطنع اخر اي تفكير جاد في مقاومة النظام. الناس في الشارع كانوا بيقولوا الارجنتين عملتها، والجنرالات كانوا بيقولوا احنا مش بس عسكر، احنا ابطال. وده اداهم شرعية مؤقتة أبقت النظام 4 سنين تاني بعد المونديال. بس الانهيار الفعلي جه سنة 1982 بعد كارثة حرب الفوكلاند مع انجلترا اللي خسروها وانكشفت فيها عقدة العظمة اللي كانوا بيبنوا عليها صورتهم. بس الكاس أعطتهم عمر إضافي، وفي السنوات الأربعة دي الاختفاءات فضلت مكملة زي ما هي، والتعذيب فضل مكمل. والأطفال اللي اتولدوا في مراكز الاحتجاز أخدوهم من أمهاتهم وتوزعوا على عائلات المسؤولين. الكتير منهم لسه بيدوروا على هويتهم الحقيقية لحد النهاردة. بس يا ترى اللاعبين الأرجنتينيين اللي رفعوا الكاس هل كانوا عارفين باللي بيحصل ولا لأ؟ معظمهم قالوا إنهم كانوا ما يعرفوش أي حاجة، كانوا لاعبين شباب عايزين يفوزوا، والحكومة العسكرية كانت بتتحكم في الإعلام وفي المعلومات. مش كل واحد كان عارف تفاصيل الجرائم اللي حصلت دي. واللعيبة دي بعد فوزهم بالكاس حضرت حفل عشاء مع فيديلا أكتر من مرة وتصوروا معاه وابتسموا في الصور جنبيه. المهاجم ماريو كيمبس نجم المونديال قال في مقابلة سنة 2018 إن كان في عار حقيقي، وكان يتمنى إن الأشياء اللي حصلت دي كانت تكون مختلفة ساعتها. وده واحد من اللعيبة اللي طلعت واتكلمت، وغيره كان فضل الصمت. وكان في بعض اللاعبين اللي دافعوا عن فيديلا بشكل مثير للجدل. أما الجماهير الأرجنتينية العادية فهي حكاية مختلفة. الأجيال الجديدة في الأرجنتين دلوقتي بتتكلم عن اللي حصل ده بشكل عميق في الجامعات ومحطات الراديو والصحف. وفي 2003 في قانون اتشرع في الأرجنتين ألغى الحصانة عن مرتكبي جرائم الحقبة العسكرية. وفضيلا نفسه مات سنة 2013 في السجن محكوم عليه بجرائم ضد الإنسانية. بس الكاس فضلت والفرحة فضلت في الذاكرة والعزاف فضل في الذاكرة هو كمان. مونديال 1978 مش بس حاجة تاريخية، هو درس مستمر عن فكرة استخدام الرياضة لتلميع صور الأنظمة. فالموضوع كان سهل ساعتها، احنا عندنا مشاكل مع حقوق الإنسان، هات لنا حدث رياضي كبير يغطي على المشاكل دي كلها. الصور بقى فيها ملاعب ومشجعين وأبطال، والصحافة الدولية بقت مشغولة بالمباريات، والنقد السياسي اتوقف شوية ساعتها. فالأرجنتين 1978 كرست المنهج ده وأثبتت إنه نجح على الأقل بشكل مؤقت.
والخطر الحقيقي إن الرياضة أحيانا بتغطي على المشاكل السياسية وبتوحد الشعب مهما كانت مشاكله، وده بالظبط اللي كان عاوزه فيديلا. وفي 2023 المحكمة الأرجنتينية استمعت لشهادات جديدة من ناجيين من الفترة دي، وبعضهم سئلوا تحديدا عن ذكرياتهم من المونديال. وكان في ناجية اسمها كلوديا فاليغاس قالت كنا نسمع الهتاف من تحت وكنا نعرف ان الناس دي فرحانة بحاجة، ولأننا أرجنتينيين كان جزء صغير مننا بيفرح معاهم من غير ما يفهم ليه، لأن انت محتاج تحس بحاجة حلوة حتى وانت بتواجه أمر صعب. ففي النهاية الكورة مش مجرد لعبة، هي مراية للمجتمع بتعكس أحلامه. ومونديال 1978 كان احتفال حقيقي لملايين الأرجنتينيين اللي ما كانوش يعرفوا كل الحقيقة، ومع ذلك كان جريمة ممنهجة استخدمت الفرحة دي لإخفاء الموت. التاريخ مش دايما بيتكتب في الكتب المدرسية، أحيانا بيتكتب في دموع الأمهات وفي كلام الناجين. والكاس اللي رفعها فيديلا في 1978 فضلت في متحف، بس الجريمة اللي تحتها فضلت في قلب كل واحد يعرف الحكاية دي. فأتمنى إن تكون الحلقة دي عجبتكم، أنا حاولت إن أنا أتكلم فيها بشكل مختلف من الناحية السياسية. وما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب، واستنونا في حلقات جاية كتير.